المحيط ديالنا كيغرقنا بالخطابات ديال خاصك تكون سعيد، تبقى بصحة جيدة، تكون أفضل من الآخرين، سريع أكثر، مثالي، مميز، منفتح، مثير، ذكي، مبدع، شعبي إلى آخره. إلا أنه بالنسبة لمارك مانسون الكاتب ديال فن اللامبالاة، هاد الخطابات السائدة اللي ازدهرت ابتداء من التسعينات واللي كتدعي التفكير بطريقة إيجابية باش نوصلوا للراحة والتفوق في الحياة الشخصية والعملية والعاطفية ديالنا، وكتدفعنا كذلك اتجاه التحسن وكتعطينا القوة باش نطوروا نفسنا ونوعوا بالقدرات ديالنا ونقوموا بإبراز الإمكانيات الكامنة في كل واحد فينا إلى آخره. هاد الخطابات ديال الإيجابية والتنمية الذاتية بالنسبة لمانسون كل ما كتقوم به هو فقط الخلق ديال النقص والعيوب والإحباط عند أفراد المجتمع، بحيث أنه كينتقد بشدة الممارسات ديال بعض المتخصصين في التنمية والتطوير ديال الذات، وما كيترددش في أنه يوصفهم تقريبا بالدجالين، لأنه كيقول أنهم كيجعلوا السعادة تكون سلعة ديال الاستهلاك بحال باقي السلع الأخرى. والمناهج والأساليب اللي كيستعملوا كتهدف لإحداث واحد التأثير فوري وقصير المدى اللي ما كيحلش المشاكل من المصدر ديالها. على هادشي غادي يكتب هاد الكتاب ديالو ديال التنمية الذاتية من أجل الأفراد اللي ولاو كيكرهوا كيتخنقوا بالتنمية الذاتية، باش يساعدهم على التحرر من تأثير الخطابات الخانقة اللي كتدفعهم ديما أنهم يكونوا الأحسن والأفضل والأغنى إلى آخره. هذا الكتاب هو بخلاصة دليل أو مرشد اللي فيه الكاتب كيستهزأ من مجموعة من القواعد والمبادئ المعاصرة وكيعيد النظر في الأفكار اللي استقبلناها بشأن النجاح في الحياة والنظريات اللي كتدعي أنها إيجابية اللي غزات المجتمعات الغربية وكذلك المجتمعات ديالنا وخلاتنا نغفلوا على المعنى الحقيقي ديال الحياة كما كيقول الكاتب. لهذا كينصح بممارسة الفن الذكي ديال اللامبالاة، وكيشارك بعض النصائح في الكتاب ديالو اللي غيساعدونا باش نشوفوا بوضوح في الخيارات اللي كتقدم لنا في الحياة وما نبقاوش مركزين غير على الاشياء اللي ماشي ضروريه في حياتنا. مارك مانسون كيقدم لنا دليل موجز اللي كيتناول عدد من المواضيع المجتمعيه الموضحه بامثله ملموسه باش يساعد القارئ بواحد الطريقه بسيطه على انه يعثر على نفسه ويبني حياه اكثر هدوء واصاله. عليها الكتاب ديالو ولا من بين اكثر الكتب مبيعا وحقق واحد النجاح كبير في جميع انحاء العالم. الكتاب كينقسم ل9 فصول، والكاتب في الفصل الأول كيستعمل القصة ديال تشارلز بيوكوفسكي باش يوضح مزيان الفكرة ديالو. قصة النجاح ديال شاعر فاشل مدمن على الكحول والقمر والمغازلة، إنسان شحيح فض وطفيلي على حسب الأقوال ديال الأشخاص اللي دايرين به. وبالنسبة لمارك مانسون هو آخر إنسان نقدروا نطلبوا منه شي نصيحة باش نعيشوا بطريقة أفضل في حياتنا، وغادي يكون آخر إنسان كذلك ممكن يتذكر في شي كتاب ديال التنمية الشخصية أو التطوير الذاتي. هذا هو السبب اللي كيجعل منه يكون أحسن مثال بالنسبة لمارك مانسون باش يوصل لنا الرسالة اللي بغانا نستوعبوها. تشارلز بيوكوفسكي كان عنده بزاف ديال الطموحات الفنية في حياته، ولكن خلال عشرات السنين حتى شي مجلة أو صحيفة أو وكيل أو ناشر ما قبل أنه يقوم بالدعم ديالو. كان باستمرار كيتعرض للرفض وكل شيء كان كيشوف فيه بواحد النظرة مقللة من الشأن ديالو. غادي يغرق إذن في واحد الاكتئاب عميق اللي بقى ملاحقه معظم حياته وكيتفاقم أكثر وأكثر بسبب الإدمان ديالو على الكحول. ودوز إذن أكثر من 30 سنة وهو عايش على هذا النحو. ولكن واحد النهار المدير ديال واحد الدار ديال النشر غادي يعطيه أخيرا الفرصة ديالو، غيكتب كتابه على 50 عام. هذا الإنسان الفاشل ولا روائي وشاعر معروف ومشهور اللي كيتم بشدة التقدير والاحترام ديالو. وبالنسبة لمارك مانسون هذا الرجل كيجسد الحلم الأمريكي بما أنه قدر يحقق الأحلام المجنونة ديالو. بالنسبة لمانسون ماشي الإرادة ديالو أو الحقيقة ديال أنه كان مصمم على النجاح هي اللي أدت به للنجاح. بالنسبة له غادي يعرف النجاح لأنه كان واعي بالفشل ديالو، وصل لأنه يوافق على الواقع بأنه فاشل وتصالح معاه وعرف كيفاش يستغل هذه الهوية اللي ولات عنده بكل صدق أثناء كتابة الأفكار والكتب ديالو. باختصار النجاح ديال بيوكوفسكي بالنسبه للمؤلف ديال فن اللامبالاة كان بفضل التصالح ديالو مع الفشل ديالو. والحياه هذا الكاتب كتبين انه واخا التحسين ديال الذات والتطوير ديالها كيتماشى غالبا مع النجاح، الا انه ماشي بالضروره يكونوا دائما مرتبطين ببعضياتهم. المجتمع الاستهلاكي والشبكات الاجتماعية كيعملوا على إظهار فقط ما هو إيجابي. الخطابات السائدة في هذه الوقيته ولات مشبعة لدرجة الهوس بالقواعد والأوامر اللي كتدعي الإيجابية والتفوق إلى آخره، بحال الإعلانات التلفزيونية مثلا اللي باستمرار كتدخل لنا في الجمجمة ديالنا أنه إلا بغينا نحصلوا على حياة رائعة ومميزة فخصنا إذا نحصلوا على الكثير من الأشياء. خاصنا نحصلوا على وظيفة أفضل، سيارة راقية، تلفزة جديدة، إجازة أفضل من ديال الآخرين وما إلى ذلك. المحيط ديالنا عموما كيذكرنا باستمرار أنه إلا بغينا حياة أفضل فخاصنا ضروري نحصلوا على المزيد، نستهلكوا المزيد، نمتلكوا المزيد، نقوم بإقامة
أكبر عدد ممكن من العلاقات ونمتلكوا أكبر عدد من المستهلكات إلى آخره. في كل مكان كنستقبلوا رسائل اللي كتحفزنا على الرغبة في كل شيء، وهذا الشيء لأن الرغبة في المزيد مفيدة للأعمال كما كيقول مارك مانسون. وخا هو كيقول أنه ما عندوش حقا حتى شي حاجة ضد الأعمال ورجال الأعمال إلى آخره، ولكن المشكلة بالنسبة له هي أن الرغبة في المزيد من الأشياء كيضر الصحة العقلية ديالنا. كنوليو مدمنين على السطحية والتصنع كيسالي بنا الأمر، لأنه كندوزو حياتنا كنطاردو واحد السعادة باطلة وواحد الرضا وهمي، وكنوليو كنحسو بلي شي حاجة ماشي هي هذيك في نفوسنا، لأن الجميع كيولي كيبان على أنه عنده حياة أفضل وأكثر متعة وسعادة وشغف من ديالنا. بالنسبة لكاتب فن اللامبالاة، هادشي كيكون بسبب التركيز على الإيجابي اللي دائما كيذكرنا بالنقص ديالنا وبداكشي اللي ما كاينش في الملك ديالنا، بداكشي اللي كان ممكن نكونوه واللي ما قديناش أننا نكونوه، في داكشي اللي كنا باغيين نوصلوا له واللي ما قديناش نوصلوا له. إلا أنه خاص وضع حد لهذا التفكير الإيجابي كيقول مانسون، والشخص خاصو يتعلم يكون صادق مع نفسه. ماشي ديما الأشياء كتمشي بالطريقة اللي حنا كنبغيوها تمشي بها، وكيكون خاص ضروري التعامل معها بطرق مختلفة. كيكون لازم النظر في الوجه الحقيقة وفي الوجه المخاوف والعيوب والشكوك والإحباطات ديالنا، ونتوقفوا على الهروب والتجنب. والنصائح ديال بعض المختصين في التنمية الشخصية بالنسبة لمانسون، واخا كيدعيوا أنهم من أجل الإيجابية، إلا أنهم كيخدموا بالطريقة العكسية وكيخليونا نفكروا باستمرار في الجوانب السيئة والسلبية والنقص اللي كنعانيو منه. لهذا إلا كنا باغيين حقا نحصلوا على حياة رائعة وجميلة، فما خصناش نكونوا دائما كنرغبوا في المزيد، خصنا نخفضوا المستوى ديال التوقعات ديالنا ونرغبوا في ما هو حقيقي ومهم بالنسبة لنا. مارك مانسون بحال الفيلسوف شوبنهاور وبزاف ديال الفلاسفه وعلماء النفس كيأكد انه الا كنا باغيين حياه افضل فما خصناش نرغبوا دائما في المزيد، خصنا بالعكس نحاولوا جاهدين الخفض من المستوى ديال التطلعات ديالنا ونكتفيو بما هو واضح وحقيقي بالنسبه لنا، نكتفيو بما هو مهم حقا في الاعين ديالنا، لانه اللي كيقوم بافساد الحياه على وجه التحديد هو التفكير بانه شي شيء خطا في الشخصيه او الهويه او الكيان ديالنا. هو أنه مثلا باستمرار نكونوا كنلوموا نفوسنا على اللوم ديالنا لنفوسنا، أننا نشعروا بالغضب على الشعور الشديد ديالنا بالغضب، أننا نقلقوا بشأن الشعور بالقلق إلى آخره. على هادشي بالنسبة للكاتب خاصنا نتعلموا الفن الذكي ديال اللامبالاة. تذوق العيش بكثرة التجارب الإيجابية كيكون في حد ذاته عبارة على تجربة سلبية، وبطريقة متناقضة الموافقة على العيش ديال التجارب السلبية اللي كتقدم لنا وكتفرض علينا في حياتنا كتشكل في حد ذاتها تجربة إيجابية. حسب القانون ديال الجهد العكسي اللي هضر عليه الفيلسوف آلان وات، واحد من المضادين للثقافة الأمريكية، كل ما قلبنا على أننا نشعروا بالتحسن أكثر كل ما كنشعروا بسوء أكثر. فهاد الحياة كل ما هو مهم وجدير بالاهتمام كيتحصل عليه من خلال القبول ديال التجربة السلبية اللي كتكون مرتبطة به. على خلاف هذا الشيء كيتم إنتاج تأثير المعاكس، الرغبة في الحصول على شي شيء أو البحث المستمر على السعادة غير كيقوم بتعزيز الشعور بالنقص والتعاسة. وغالبا فاش كنمارسوا ضغط أقل على نفوسنا وكنتعاملوا مع الأشياء بخفة أكثر كنحققوا الأهداف ديالنا بطريقة أفضل. وكل ما كنا مصرين على تحقيق واحد الشيء شحال ما كيصعب الوصول لهذا الشيء. محاولة التجنب ديال المشاكل كتكون في حد ذاتها من أكبر المشاكل. الإنكار ديال الفشل كيؤدي الفشل أعظم منه. على هادشي بعض الأحيان فاش كنكونوا كنهتموا أقل بالنجاح في شي مجال كيمكن ننجحوا فيه بشكل أفضل وبطريقة مفاجئة. بالإضافة لأنه كل ما زادت الرغبة ديالنا في الأشياء كل ما كنشعروا أقل بالرضا. على سبيل المثال شحال ما بغينا نطلعوا أكثر في السلم ديال الغنى شحال ما كنشعروا بالإفلاس أكثر، وخا شنو ما كان يكون الوضع المادي ديالنا. كذلك كل ما حاول شي شخص أنه يكون مثير أكثر شحال ما كيشعر أنه أقل جاذبية، وكل ما سعى الواحد لأنه يكون محبوب أكثر شحال ما كيحس بالوحدة وخا يكون محاط بالكثير من الرفاق والأفراد. والتجنب ديال المعاناة كيتسبب في المزيد من المعاناة. كما كيقول مارك مانسون، الشخص اللي كيشعر فعلا أنه سعيد ما كيحش بالحاجة لأنه يوقف قدام المرآة ويكرر 50 مرة الجملة أنه سعيد. المفتاح على حسب الكاتب اللي غادي يفتح الابواب ديال السعاده هو اننا نفهموا باللي التجارب السلبيه كتكون حتميه في الحياه وهم جزء من هذه الحياه، وخاصنا اذا نوافقوا على عيش التجارب السلبيه والمشاكل اللي كتقدم لنا وكتفرض علينا وكانها ايجابيه بدون القلق كثيرا حول السعاده والنجاح الى اخره. بعباره اخرى خاصنا نخدموا على التنميه ديال فن اللامبالاه.
وهاد اللامبالاة ديال مارك مانسون ما كيعنيش ابدا اللامبالاة على حسب الاخلاق العامه والاحترام ديال الذات والاخرين الى اخره. هي غير تعبير اللي كيعني انه لازم تركيز على ما هو فعلا مهم بالنسبه لنا، بدلا من المشاكل الفارغه اللي كتغذى على الجهد وعلى الطاقه والوقت ديالنا. الامر كيتعلق باغتنام الفرص اللي كتقدموا لنا في الحياه بلا ما نوضعوا حواجز وبلا ما نشللوا نفوسنا بالكلام والنظرات والظن والاراء الاخرين. انك تكون لا مبالي بالنسبه للمؤلف ديال فن اللامبالاه كيعني انك تنحرف على القاعده الاجتماعيه وتمشي في مسار مختلف على المألوف وعلى داكشي اللي كيتبعوه بطريقه عمياء معظم البشر. وكذلك ما يكونش عندك مشكل مع هذا الامر، خاصنا نتقبلوا الصعوبات ديال الحياه ونقوموا بالمواجهه ديالها، واهم شيء هو الاختيار الاولويات ديالنا ونتخلاو على داكشي اللي عنده اقل اهميه بالنسبه للتطلعات ديالنا. تنمية هذه القدرة بالنسبة لمانسون كتأدي لواحد التنور عملي بحيث كتوضح لنا شنو اللي حنا مستعدين نقوموا بالتضحية من أجله وشنو اللي ما مستعدينش نضحيو من أجله، شنو اللي عندنا كذلك الرغبة في أننا نتعذبوا من أجله وشنو اللي حنا ما مستعدينش نهائيا نتعذبوا من أجله. لأن الحياة عموما كتجبرنا على التخلي على بعض الاحتمالات والأشياء من أجل التركيز على ما هو مهم فعلا بالنسبة لنا، وهذا الشيء باش ما نضيعوش الوقت والطاقة في القتال والنضال من أجل أشياء اللي ما كتستحقش العناء. اللامبالاة ديال مانسون كتجلى إذن في الاندفاع وراء القيم وفي الانخراط في المعارك اللي كتوافق معنا ومع الشخصية ديالنا والتطلعات ديالنا وكتعتبر ضرورية في الأعين ديالنا. هي مجرد طريقة ذكية من أجل التركيز على الأساسيات والابتعاد على التصنع والسطحية إلى آخره. هذا هو الدرس اللي يمكن الاستخلاص ديالو من الفصل الأول ديال فن اللامبالاة، بحيث أن الكاتب كيقدم فلسفة حياة من أجل استعادة بعض الشيء الهيمنة على الوجود ديالنا والحصول على أحسن طريقة اللي بها نقدروا ندوزو فترة الإقامة ديالنا على سطح هذه الأرض. كما كيقول الكاتب والفيلسوف ألبير كامو، عمرك غتكون سعيد إلا بقيتي كتبحث باستمرار على الماهية ديال السعادة، وعمرك غتمكن حقا من العيش إلا بقيتي ديما كتبحث على معنى للحياة ديالك.